شهر رجب، وفلكيا بنأكد وبنقول إن شاء الله، لأن في فترة بقاء للهلال بالحساب الفلكي للهلال في مدن مصر من 23 ل 29 دقيقة، وزي ما قلنا أقلها 23 دقيقة في بورسعيد، وأكبر فترة موكس هتكون في توشكا اللي هي 29 دقيقة. ففلكيا إن شاء الله غدا بداية شهر أو غرة شهر رجب، والقرار لبداية الشهر بيترك لفضيلة المفتي، هو بينزل إعلان بعد ساعة من الآن بيعلن فيه عن بداية الشهر إمتى بالظبط. فضيلة المفتي النظير عياد هو اللي بيعلن بداية الأشهر الهجرية. وبيكون عندنا أكتر من، وحضرتك طيب يا دكتور، بيكون عندنا أكتر من لجنة على مستوى الجمهورية. اللجان على مستوى الجمهورية اللي هي مشارك فيها المعهد مع دار الإفتاء، أكتر من لجنة في محافظات مختلفة. اللجان دي تبلغ نتيجة الرؤية، هل شافوا الهلال ولا ما شافوش، لفضيلة المفتي، وبناء تتجمع كل البيانات أو نتائج اللجان دي عند فضيلة المفتي، وبناء عليها بياخد فضيلته القرار عن بداية الشهر، وقت بداية الشهر غدا الأربعاء أو بعد غدا. هو ده فضيلة المفتي هو اللي بيقرر. شكرا جدا لك يا دكتور، شكرا لحضرتك.